السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ولو دي أول زيارة ليك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتسيب لنا تعليق أسفل القناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، لو انت مبتدئ وعايز تتداول على منصة باينانس، ازاي تبتدي؟ لازم أن يكون معاك اللي هو الدولار الرقمي اللي هو اليو اس دي تي، وده سعره ثابت غير العملات التانية. العملات التانية بترفع وتنزل، يعني سعرها بيعلى وسعرها بينزل، لكن الدولار الرقمي دوت اليو اس دي تي ده سعره ثابت، وهو يعتبر الدولار الرقمي بتاع العملات الرقمية. وده بتقدر تشتريه بعملة بلدك، العملة المحلية بتاعت بلدك. يعني مصر بتقدر تشتري بالجنيه، واي بلد بتقدر تشتريها بالعمله بتاعته. وهنا بيبقى الاختلاف في السعر، اختلاف السعر حسب عمله بلدك وحسب الدولار عندك بكام، هو مرتبط بالدولار اللي هو الحقيقي. وعلشان اقدر اتداول في العملات الرقميه في منصه باينانس، لازم أن يكون معايا الدولار الرقمي ده عشان اقدر بعد كده اشتري اي عمله انا عايزها، مثل البيتكوين والايثيريوم والإي ام بي واي عمله موجوده على منصه باينانس. وهنشوف دلوقتي ازاي انا بعمله بلدي اقدر اشتري الدولار الرقمي ده عشان بعد كده اخش اتداول بيه. الموضوع سهل جدا والموضوع بسيط والموضوع امن على منصه باينانس. منصه باينانس حتى قوانين صارمه علشان محدش يقدر يضحك عليك، ولا انت تقدر تضحك على حد. بالنسبه اللي بيبيع وبالنسبه اللي بيشتري، محدش يقدر اللي هو ينصب على التاني، لان في قوانين محطوطه محدش يقدر يعديها. وهنخش دلوقتي نشوف ازاي اللي احنا هنقدر نشتري، وازاي لما يكون معانا دولار رقمي وعايزين اللي يبيعوا برضه على منصه باينانس. اول حاجه عشان نروح للتجار اللي هم اللي بيبيعوا الدولار الرقمي، هتبقى هنا بي تو بي، يعني من شخص لشخص. طب احنا مثلا لو هي مش موجوده عندنا هنا، هنقوم داخلين على المزيد. تمام، هتبقى موجوده هنا، هندخل عليها. هنا بقى في شويه حاجات لازم تكون انت عارفها. اول حاجه تتاكد اللي هي هنا مكتوبه بي تو بي، وبعدين هنا تختار العمله بتاعه البلد بتاعك، العمله اللي هي المحليه بتاعه البلد. طبعا انا في مصر مختار اللي هو الجنيه. بضغط عليها كده، بتبقى فيه كل العملات موجودة هنا اهيت. بس طبعا انا بختار اللي انا هدفع بالجنيه المصري. تمام. تاني حاجة هنا، في عندك هنا شراء وهنا في بيع. البيع هنا لو انا معايا دولار رقمي وعايز ابيعه، بخش ابيعه من هنا. يعني انا معايا دولار رقمي على منصة باينانس وعايز اخش ابيعه، ببيعه هنا. احنا دلوقتي هنشرح طبعا الشراء، لان انا هدخل اعمل شراء قدامكم دلوقتي. اقوم جايب الشراء هنا. عندنا هنا دي كل التجار اللي هم عارضين اللي هم بيبيعوا اللي هو اليو اس دي تي الدولار الرقمي. تمام. وكل واحد هيبقى سعره مختلف شويه. يعني هنا كل واحد يقدر يحط السعر اللي هو عايزه، اي سعر هو عايز يخلي مثلا اليو اس دي تي اللي هو الدولار الرقمي عايزه يخليه ب 50 ب 60 ب 70. كل واحد بيحط طبعا السعر اللي هو بمزاجه. بس طبعا هو ما ينفعش بيحط سعر كبير عشان الناس تخش تشتري. يعني ما ينفعش هنا يبقى ب 48 و49 قرش وواحد يقوم حاطط لي ب 70 جنيه، ما انا مش هخش اشتري منه، هشتري من اللي هو القليل ده. فعندنا هنا بقى آه تاني حاجه هنا، عندك اليو اس دي تي ديت عندك جميع العملات اللي هي بتتباع على، يعني اللي هي بتتباع على باينانس اللي ممكن الناس بيبيعوها. عندك البيتكوين واليو اس دي تي ده برضو دولار رقمي. بس اليو اس دي تي ده اللي هو العلامه الخضراء ده هو ده اشهر حاجه. يعني ده اللي دايما اللي انت بتشتري بيه عملات رقميه. طب انا ممكن مثلا اخش اشتري البيتكوين، او اخش اشتري مثلا البي ام بي او الايثيريوم. طب انا ممكن اخش اشتري العمله من هنا، بس ممكن العمله اساسا يكون سعرها رافع، فانا هشتريها على السعر الرافع اللي هي موجوده فيه. لا، انا عايز اشتري دولار رقمي سعره ثابت، ولا فلوس تقل ولا تزيد، يفضل ثابت معايا لحد ما اشوف انا الوقت المناسب اللي انا اقدر اشتري بيه اي عمله تعجبني، يكون سعرها نزل شويه اقوم شاريها، عشان لما سعرها يطلع اقوم بايعها. لان بقيه العملات طبعا سعرها بينزل ويطلع. هنخلينا على اليو اس دي تي. تاني حاجه هنا المبلغ، سيبك منه، ما تشغلش دماغك بيه. وتاني حاجه هنا طريقه الدفع. هنا طريقه الدفع بتقوم جايبها، بيجيب لك جميع طرق الدفع اللي يعتبر في مصر. يعني عندك مثلا بنك مصر، فودافون كاش، تحويل مصرفي، انستا باي، وده جميع مثلا جميع بنوك في مصر. فانا دايما هختار اللي هو فودافون كاش، يعني ده الاسهل وده الاحسن. او انستا باي، يعني دايما تشتغل لو انت معاك فودافون كاش تشتغل على فودافون كاش، لو انت معاك حساب بنكي على انستا باي تشتغل على انستا باي.
فهنختار اللي هو فودافون كاش ونعمل تاكيد. تمام كده احنا عملنا الناس اللي بتبيع بفودافون كاش، يعني كل الناس ديت بتبيع من خلال فودافون كاش، وفي ناس بتبيع نستا باي برضو، الاتنين مع بعض. طيب انا هنا دلوقتي يعني عايز اخش اشتري ازاي؟ اولا مثلا المبلغ اللي معايا هو برضو اللي هيحدد. يعني انا مثلا هشتري ب 100 جنيه مصري، تمام؟ فهشوف هنا، اجي كده عند الداكر دوت، بيبيع اقل حاجه، يعني الحد اللي هي ده ايه، الحد ده اقل حاجه ب 10000 جنيه. يعني انا مش هقدر اشتري منه، لازم اشتري ب 10000 جنيه. تمام. تاني واحد مثلا ب 3137، لازم يبقى معايا 3000 اقل حاجه. طب احنا عايزين مثلا واحد يكون بيبيع مثلا ب 100 جنيه، يعني اقل حاجه عنده ب 100. افضل انزل كده، وطبعا بقى الاسعار كل ما تنزل، يعني هنا 60 قرش، هنا 61 قرش، فكل ما بنزل الاقي السعر. بس انا بدور طبعا على قد فلوسي، يعني كله هنا 10000 20000، 10 اقل حاجه ده 90 جنيه اهو، اقل حاجه 90 جنيه، اقدر اشتري ب 90 جنيه. الكميه اللي معاه 14 يو اس دي تي، يعني هو اللي معاه كل الكميه دي كلها يو اس دي تي. طبعا في نقطه هنا بالنسبه للامان بتاع المنصه، ما ينفعش ان واحد مثلا يبقى معاه 14 دولار زي ده، ويقوم حاطط اللي هو معاه 100 دولار. لا، المنصه مش هتقبل الاعلان بتاعه. المنصه بتقبل الموجود فعلا في الايه، في المنصه بالظبط. يعني هو لو معاه 14، هو ال 14 اللي هيقدر يحطه. لو زود دولار واحد، الاعلان ما بيشتغلش، بيقول له لا مرفوض. لازم أن يحط الكميه اللي معاه بالظبط. ليه؟ علشان ما يقدرش ينصب عليك. ممكن يعني هو لو يقدر يحط اللي هو معاه 100 دولار، هتقوم انت باعت له فلوس على اساس اللي هو 100 دولار، يبقى هو كده نصب عليك. ما هو معهوش 100 دولار. فهنا المنصه بعامله قانون دوت، اللي انت بتحط الفلوس اللي معاك بالظبط. لان انا اول ما بخش اشتري منه الكميه اللي انا عايزها، المنصه بتقوم حظره الكميه ديت، بتقوم قفلها له، قافلها له لحد اما انا ايه، اخلص المعامله معاه او الغي المعامله خالص. يوم هم فاتحين على الفلوس تاني. يعني دي حاجه بقى برضو اكيد، ما ينفعش انا اقوم عامل معامله معاه وابعت له الفلوس وهو يقوم لاغي، ما يقدرش يلغي. لازم انا اللي الغي، لان انا داخل اللي اشتري منه. انا الوحيد اللي اقدر الغي المعامله، هو ما يقدرش يلغيها. تمام. ولو يعني لازم انا الغيها او المعامله تتم. دي تاني نقطة، يعني دي بقى حاجات الأمان اللي أنا بقول لكم عليها، إن الحاجة هنا موثوقة ومضمونة، إن محدش يقدر ينصب عليها. هلقوم داخلين على اللي هو أقل حاجة 90 جنيه ده، أقوم عامل هنا شراء. تمام. هنا جاب لي استخدم العملة المحلية، يعني العملة بتاعي. فأنا هحط هنا 100 جنيه، هشتري ب 100 جنيه. طب أنا ما أقدرش مثلا أحط اللي أنا هشتري ب 1000 جنيه مثلا؟ هيديني علامه حمراء اهو، هيقول لي ان الراجل ده معهوش الكميه اللي انت عايزها. هو الراجل ده معاه اقل حاجه بيبيع ب 90 جنيه لحد 442، ده الكميه اللي معاه. فاقوم عامل ب 100 جنيه. تمام. واقوم هنا جاي على النقطه دي واختار طريقه الدفع اللي انا هشتغل بيها. هنا بيقول لك الرسوم 5، يعني اقل من سنت، يعني نص سنت. تمام. خلاص انا كده حددت كميه، وهنا بيقول لي هتاخد 2 دولار. تمام. اقوم نازل تحت، اقوم نازل اشوف ده، كل دي معاملات هو عاملها، مفيش مشكله، ما اشغلش دماغي بيه. واقوم عامل وضع الطلب هنا كده. مجرد ما عملت الوضع الطلب ده، ال 2 دولار اللي انا هشتريهم، المنصه قامت حاجزه عليهم. حجز عليهم لحد امتى؟ لحد لما انا، هو يقوم محررهم لي ينزلوا في حسابي، لحساب انا في على المنصه. لا اما اقوم انا لاغي الطلب واقول ان انا ما دفعتلوش فلوس، فيقوموا محررين تاني، يفكوا الحظر عن ال 2 دولار عنده. فهمتني؟ هو دلوقتي ال 2 دولار دول محجوز عليهم، ما يقدرش يتصرف فيهم، هيعتبروا بقى بتوعي. تمام. بقوم عامل بخش الدردشه، بشوف هو موجود ولا لا، بقول له مثلا موجود عشان اتاكد، واشوف استنى لحد ما يرد عليا، بتظهر هنا علامه صح، واستنى شويه لحد ما هو يرد عليا، عشان يبقى ايه، المعامله تبقى سريعه. انا ممكن عادي، ممكن اقوم باعت له الفلوس واقوم محرر له عادي، ما فيش مشكله. هو بالغصب عنه لازم ايه، يديني الفلوس تاني، لان هي كده كده الفلوس هتفضل محجوزه لحد ما نلغي الطلب. طول ما انا الطلب مفتوح كده، هيفضلوا محجوزين عليهم. هو هنا رد عليا اهوت وقال لي تمام حول، اهو ما انا واخد الرقم بتاعه ده نسخ. تمام. اهو عامل نسخ كده.
واقوم كاتب طبعا ال 100 جنيه، وممكن انت ممكن تحول من التطبيق على طول. اقوم محول، اقوم مدخل كلمة السر. تمام كده بيقول لي تم التحويل، اقوم واخد سكرين. بعد ما خدت السكرين واجي له هنا واقوم عامل عرض تفاصيل الدفع دي. تمام، واقوم عامل تم التحويل واختار البائع. كده انا بقول ايه اللي انا حولت لل... للبائع. فهنا قام عامل لي ايه، عامل لي طبعا كده، عامل لي الطلب كده ما يقدرش يلغي الطلب اللي انا الغيه من فوق هنا. تمام، هو ما يقدرش يلغي الطلب كده، انا خلاص قلت له اللي انا دفعت لك. ارجع للدردشه هنا، واقوم عامل له السكرين اللي انا خدتها برضه عشان يبقى التاكيد اللي انا دفعت لك. تمام، هو كده خلاص، هو كده يعتبر هو حرر لي ال 2 دولار. يعني هو كده خلاص العمليه تمت. فبقوم عامل اللي هو راجل كويس. تمام، زي تقييم كده وخلاص. انا كده خلصت المعامله معاه، وال 2 دولار خلاص وصلوا لي. يبقى انا كده اشتريت ال 2 دولار تاني، وجولي على المحفظه بتاعي. تمام، اللي هم جولي على محفظه التمويل هنا، هتلاقيهم على محفظه التمويل هنا اه. ضمن ال 2 دولار اللي انا لسه اشتريتهم منه. تمام، يبقى انا كده اشتريت. دي طريقه الشراء. طريقه البيع هتبقى نفس القصه. يعني طريقه البيع اقوم داخل هنا. تمام، وبدل ما اخش على شراء اخش على بيع. اقوم مختار اللي انا عايز ابيع له مثلا. بس برضه اشوف الكميه اللي الناس بتشتري. نفس الموضوع. اشوف انا مثلا هبيع قد ايه، هبيع مثلا ده لازم انا ابيع له كميات كبيره. حسب اللي انا معايا. اللي انا معايا اقدر اخش ابيع له. اشوف برضه واحد مثلا اللي هو بيشتري مثلا ب 90 جنيه او 100 جنيه او الكلام ده كله. طبعا كل دول باسعار عاليه. اقل حاجه 3 و1000 و1000 جنيه والكلام ده كله 4000 جنيه. فافضل انزل كده بقى لحد اما اشوف واحد بيشتري كميات صغيره. بس الظاهر كده محدش بيشتري بكميات صغيره باين. هو اللي قابلني لحد دلوقتي اقل حاجه ب 500 جنيه. يعني اللي قابلني باي حاجه ب 500 جنيه. طبعا ما فيش حد دلوقتي بيشتري ب 2 دولار والكلام ده. اقل حاجه 500. برضه نفس النظام هيكون مثلا معايا، او مثلا حاطط الكميه اللي معايا مثلا. انا هبيع 2 دولار، بس طبعا هنا الكميه مش راضي يجيبها لي عشان خاطر الكميه اللي معايا صغيره. واعمل عامل وضع الطلب، اقوم باعت له نمره التليفون بتاعي، يعني نمره فودافون كاش. هيقوم هو محول لي الفلوس. اقوم انا عامل ايه، خلاص حرر العمله. الراجل ده بعت لي الفلوس وبحرر له العمله. وباذن الله برضه هيكون في فيديو ازاي تكون تاجر، اللي انت تحط اعلان بيع واعلان شراء عشان الناس تخش تشتري منك وتبيع لك والكلام ده كله. كل ده برضه هنعرفه في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.